صراحة في الميادين الفرنسية ويحتفل بذكريات رائعة في البارك دي برانس. ما أجمل هذه الصور التي تأتينا مباشرة من ملعب البارك بهذا الحضور الجماهيري يصل تقريبا ل 43 ألف متفرج. سان جيرمان والأولمبي دو مارسي سواء في الفيلودروم أو كذلك في ملعب البارك. ضربة البداية في هذه اللحظات هو الكلاسيكو رقم 2 بعد 100 في جميع المسابقات بين الطرفين. أندير 17 ماتيو الجندوزي 6 بينما لدينا هنا كرة. مشاهدينا الكرام عملية الضغط من عناصر نادي باريس سان جيرمان. نيمار جونيور جيرمان 4-3-3. الكرة هنا أمامية نقلة سريعة. ليونيل ميسي في دار المدافعين ولكن تطول مباشرة. لما أرى نظام اللعب مشابه بين الفريقين هذا معناه أن الوسط مرة أخرى على الطرف الأيمن رونجي. في خطأ لوتيسيي يشير إلى وجود ضربة حرة لفائدة نادي مارسيليا. بعد بيمبي يراقب يغطي أمام اللاعب الكندوزي وهناك صافرة. نعم الكرة البينية رائعة في اتجاه نيمار. جول نيمار والهدف الأول لنادي باريس سان جيرمان. يا لا من لمسة ويا لا يمكن الكندوزي يستلم هذه الكرة لكن يا سلام ناحية اللاعب رونجي. رائع الكنترول ودوناروما وكيل من الأدوار المطلوبة من المدرب خورخي سامباولي في خطأ. نعم أعتقد بطاقة صفراء. نعم ماركو فيراتي يتلقى الكارت الأصفر. ليس هذا التدخل. انطلاقة من مبابي ممكن مرة جانبية كان في وضعية التسلل على بيمبي مرورا عبر وسط الميدان. نونو مينديش نونو اليامور بعد ذلك بينه وبين أندير كيم بيمبي ماذا يفعل؟ يطلب طلب ميسي استلم ميسي تقدم ميسي المضايقة وفيها بطاقة صفراء بالفعل. ميسي مرة تسديدة بايت التسديدة لا فضل التمرير والعرضية ماركينيوس الإبعاد إلى الركنية. نعم الأولى لفائدة نادي مارسيليا مرفوعة من ديمتري بايت ودوناروما وخطيرة وجول. التعادل لفريق الجنوب مارسيليا. تشاليتا تار المدافع على وسط نعم يفاجئ دفاعات باريس. تفاهم رائع ونيمار ومبابي. انطلق ميسي جول والتونسي يقول وضعية تسلل مرة أخرى. أي حظ هذا يا ميسي لا في الأولى ولا في الثانية. لا في نهاية الأمر لوتيسيي يقول ركلة جزاء لفائدة في المباراة الماضية. مبابي يتقدم والهدف الثاني من علامة الجزاء. نعم يواصل هنا يغرد اليمنى. هذا هو حارت هنا يفتك هذه الكرة. انطلاقة في صافرة تعال خذ الإنذار. نعم تدخل من الخلف وبالتالي ركلة حرة لفائدة اللاعب أمين. كرة بعد ذلك لكامارا. لمن كامارا حارت يطلب الكرة مع الريا لكن في جميع المسابقات طبعا امبابي بعد ذلك يبقي الهجمه لمن امبابي فيها وضعيتين. كره بينيه ممتازه. نونو يدخل هنا من امبابي انسلال امبابي انتظار امبابي ميسي وسط 4 لاعبين صعب. ميسي فيها جيرسون البينيه كامارا هنا فيها الصعود. بابا يتحصل على ركنيه بعد تدخل ماركينيوس. رائع ما يقوم به ماركينيوس. رائع من افضل المدافعين على الصعيد الكرة الأوروبية بل العالمية ككل. في خطأ في توتر وفي كارت أصفر في هذه اللحظات. نيمار سيتلقى البطاقة. أيضا الرونجي بينما هنا الرأسية لكن مرت بعد ذلك دون مشاكل لحارسي المرمى دوناروما. طبعا جندوزي لا اختلاف على دوره اليوم في وسط بينما كرة في اتجاه أمين حارت ملعوبة ثنائية حارت تتسار والصليبة تلعب هذه الركنية لا زالت صعبة. مبابي هذه كرة نيمار حتى لمبابي. مصر تشاريتا يلعب كرة لأمين حارت يحاول يمر وفي خطأ. نعم الأخطاء كثرت في هذه الجولة الثانية لا شك في ذلك. بينما التدخل الماضي في حق الكرة البينية في دار المدافعين قلت بأنها كرة منقولة في منتصف الميدان ناحية في خطأ تدخل. نعم في حق اللاعب باب
ماركينيوس يلعب في دار المدافعين، الكنترول رائع في باب ينقل لجيرسون، جيرسون يخرج له ماركينيوس. جرما من لاعبي مارسيليا، استلام من ميسي محاصر، على اللمسه والانطلاقه ومبابي. ماذا يقول الحكم؟ هل فيها خطأ؟ نعم. هل فيها خطأ أم ضربة مرمى لفايد؟ مرور جميل، لكن هنا يا جيرسون. باب يستلم الكرة، ماذا سيفعل باب؟ العرضي إلا تجد أمامه لاعبين لأنهم يعرفون بأن فيرا رائع والثالث جول. يرفض حكم المباراة بداية التسلل على صارت فيراتي. يا سلام على التمريرة فيراتي. أنا في المنتصف البينية، محاولة المرور الكرة في الأرجنتين. مشاهدين حكيمي، انطلاقة من جيرسون مرت عالية. جيرسون مرت عالية هذه الكرة. ديمتري بايت يرفعها، جول. التعادل عن طريق صليبا. مارسيليا يعدل النتيجة. كم يرفض الهدف؟ الحكم يرفض الهدف بداعي وضعية التسلل على الصليبة. وشوف ردة خسر الكرات على فكرة من جانب باريس سان جيرمان. هو ضيف هذا الموسم. بطاقة صفراء مجانية يا مبابي. بطاقة صفراء مجانية يا مبابي، وبالتالي أنه يلعب كمركز ظهير أيمن. العرضية جندوسي. لقاء جديد يخوضه باريس سان جيرمان أمام خصمه أولمبيك مارسيليا اليوم الأحد 17 من أبريل 2022 من حساب مباريات الأسبوع 32 من عمر الدوري الفرنسي. ويبحث الباريسي عن تحقيق المزيد من الانتصارات واستمرارية فرض سيطرته على المركز الأول، فيما يسعى أولمبيك مارسيليا انتزاع الفوز من خصمه العنيد الذي سيقاتل من أجل اللقب الذي يسعى لتحقيقه بعد فقدانه لقب دوري أبطال أوروبا وخروجه من البطولة مبكرا. ملعب بارك دي برينس، حديقة الأمراء، يستقبل مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا. وقد انتهي الخصمان من التدريبات الجماعية ليؤكد المدير الفني موريسيو بوتشيتينو جاهزية اللاعبين الذين سيقاتلون من أجل تحقيق النصر. وستشهد المواجهة اعتماد مدرب الباريسي على النجم المغربي أشرف حكيمي في خط الدفاع، بينما سيقود الثلاثي المتألق نيمار دا سيلفا كيليان مبابي ليونيل ميسي قلب هجوم الفريق.